السلام عليكم. أنا بني آدم، والأغلبية العظمى هتقول لو أنت بتتفرج على الفيديو ده يبقى أنت كمان بني آدم. كل يوم في حياتنا بتقابلنا حاجات كتير ومواقف وشخصيات، وبيحصل احتكاك ما بيننا وما بين الطبيعة. ما أظنش إن كلمة احتكاك هي أحسن كلمة ممكن نستخدمها للجملة دي، لأن في اندو. خلينا نقول إن في حياتنا بنمر بيها بتجارب كتيرة، ولكن لما نظرتي للعالم توسعت شوية اكتشفت ان في حاجات كتير بتجيب لنا ايرور. ففي الفيديو ده انا هتكلم على 8 حاجات من وجهة نظري ملهاش تفسير. رقم 1، وانا متأكد ان دي موجودة في كل مكان في العالم، وانت قبل كده سألت نفسك السؤال ده: ليه في كل بيت لازم يكون فيه مفتاح كهرباء لايت سويتش ما بيعملش اي حاجة؟ لازم يكون موجود في كل بيت على الاقل واحد. طيب اللي حطه في البداية ايه هي فايدته؟ عمرنا ما هنعرف. رقم 2، وانا دلوقتي هقول حاجتين ولكنهم هما الاتنين متعلقين ببعض، الاتنين متعلقين بالتخبيط. لما انت تكون في الحمام وعادي، يعني قاعد في الحمام بتخلص امورك، يعني كلنا بنعملها عادي مفيش مشكلة، ومثلا واخد موبايلك معاك بتسلي نفسك، او مثلا لو موبايلك مش معاك بتمسك الشامبو بتقعد تقرا الحاجات اللي مكتوبه ورا، مثلا تمسك معجون السنان وتعمل نفس الحوار، لحد لما حد من بره يخبط عليك وبيسأل، لازم يسأل بتعمل ايه؟ مين في عقله السليم بيسأل السؤال ده؟ الحاجة التانية، لما تكون قاعد في البيت والباب يخبط فحد يقوم يفتح الباب ويسأل مين؟ اللي بره بيقول أنا، فاللي جوه يقوم فاتح. طيب هي مين أنا؟ أنا دي بتريبريزنت إيه؟ في مليون أنا. فكرة إن في ناس بتروح وبتبص في العين السحرية وبعدين بتسأل مين، اللي بره بيقول أنا، وبتقوم فاتحة الباب. فين اللوجيك؟ رقم 3، لما تيجي تشتري حاجة جديدة وتيجي تشيل البلاستيك من عليها، مثلا الموبايل لما تيجي تشيل البلاستيك أول لما تيجي تستخدمه، إيه الموضوع ده؟ يعني ما ينفعش حاجة تكون بسيطة للدرجة دي ويطلع منها ساتسفاكشن مش طبيعي. رقم 4، ليه هاني رمزي بيعمل برامج مقالب؟ وات ذا فاك. رقم 5، لما تكون قاعد على كرسي جلد والكرسي يطلع الصوت. انتوا فاهمين صوت ايه اللي انا قصدي عليه؟ مش بس ان الكرسي يطلع صوت، لا، في ناس كمان قاعده حواليك، فانت اول حاجه بتعملها من غير تفكير بتلاقي نفسك لوحدك كده بتعملها، انت بتقعد تتحرك اكتر علشان تحاول تخلي الكرسي يطلع الصوت ده تاني، علشان تثبت لكل الناس اللي حواليك ان لا، يعني الصوت طلع من الكرسي مش مني. ليه الناس بتتكسف من الموضوع ده؟ مين اللي طلع القاعده وقال ان الصوت ده عيب؟ رقم 6، في ناس كده اللي هم صحابك ولكن مش صحابك قوي، لو انت تعرفهم. فمثلا لو انت في مكان وانتوا الاتنين شفتوا بعض وماشيين لبعض وهتسلموا على بعض، بيحصل كده بالظبط: ازيك يا معلم، عامل ايه، اخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. وتسيبه وتفضل ماشي، انت في جملة واحدة اديته سلام مع الرد مع المشي وسبته ومشيت. طيب انتوا كان ممكن تتجنبوا الاكوردنس اللي حصلت دي، وكان ممكن تعملوا واحدة من دول اللي هي ساب. رقم 7، ليه في الافراح دايما بتيجي لحظة كده تلاقي كل الشباب اتجمعوا حوالين العريس اللي هو يعني ليه؟ رقم 8، لما تكون باصص على حد، وعادي كلنا بنعملها، ساعات بنعملها واحنا مش واخدين بالنا، تكون كده مركز مع حد قوي ومرة واحدة يقوم لافف وباصص لك، انت في اللحظة دي بتبص بعيد على طول وما بتعرفش تعمل حاجة، فبتقعد تعمل نفسك عبيط. وعلى فكرة الحوار ده شوية دبل سايدد، بمعنى ان انت برضو ممكن تكون قاعد في مكان عادي كده ومرة واحدة عينك تروح لمكان تلاقي حد بيبص عليك وعينك تيجي في عينه، انت ما تعرفش ليه عينيك قررت ان هي تروح للمكان ده، ولكن انت حسيت ان في حد بص عليك. انت بتحس لما حد يبص لك وبس كده.
في حاجات كتير تانية ممكن تتقال في الموضوع ده. يعني مثلا ليه لما تكون عايز تصلح اي حاجة اول حاجة الناس بيقولوها اقفله وشغله مرة تانية؟ ليه بنقعد نمشي كتير واحنا بنتكلم في التليفون؟ ليه فيلم سوسايد سكواد ما كانش حلو؟ ولكن التمانية دول هم اللي كنت عايز اتكلم عليهم. عندي ليكم سؤال، قولوا لي ايه اكتر حاجة بالنسبة لكم ملهاش تفسير وحاولوا تفسروها. انا مثلا ممكن افسر حوار لما حد يخبط على الباب واللي جوه يقول مين. اللي جوه بيقول مين مش عشان بجد عاوز يعرف مين اللي بره، هو بيقول مين عشان متعود. انا جربتها في مره وممكن انتوا تجربوها. روحوا لاي بيت وخبطوا، اللي جوه هيقول مين، انتوا ما تردوش، هتسمعوا مين مين مين، وبعدين هيقوم فاتح الباب حتى محدش رد عليه ولكن برضه فتح الباب. لوجيك زيرو. قولوا لي ايه اكتر حاجه ملهاش تفسير من وجهه نظركم في الكومنتات بتاعه الفيديو ده وحاولوا تفسروها. وما تنسوش تعملوا شير للفيديو. المره دي عايزين نوصل الفيديو ده ل 5000 لايك في اقل من اسبوع. ولو انت بتتفرج على الفيديو ومش مشترك في القناه، اشترك في القناه. انا محمود اسماعيل واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. سلام. الريفيوز قادمة.